3 أسرار نفسية لو استخدمتهم صح العميل هيثق فيك فورا حتى لو أول مرة يشوفك. السر الأول الانعكاس النفسي. العقل البشري بيحب يتعامل مع الأشخاص اللي شبهه، ولو حسينا إن الشخص اللي قدامنا بيتصرف زينا بنرتاح له تلقائيا. راقب لغة جسد العميل، لو كان قاعد مستريح خد نفس الوضع بعد دقيقة، لو بيتكلم بصوت هادي حاول توطي صوتك شوية. استخدم كلماته، لو العميل قالك أنا عايز حاجة مريحة رد عليه بنفس الجملة بس مش بنفس الطريقة. خليني أوريك حاجة فعلا مريحة ليك. السر التاني تأثير الاسم. اسم الإنسان هو أقرب كلمة لقلبه، لما تنادي العميل باسمه هيحس إنك بتعامله باهتمام شخصي فعلا، وده يعزز ثقته فيك. دايما اسأل على اسم العميل في بداية الحوار وكرره بطريقة طبيعية في خلال الحديث ما بينكم. السر الثالث كشف النية العكسية. العملاء بيبقى عندهم حاجز نفسي لأي بياع بيحاول يضغط عليهم للشراء، لكن لو حس إنك مش بتبيع لهم لكن بتساعدهم ثقتهم فيك هتزيد فورا. بدل ما تقول له لازم تشتري المنتج ده هو الأفضل، جرب تقول له أنا مش هنا عشان أبيع لك، أنا هنا عشان أساعدك تختار المنتج اللي يناسب احتياجاتك. خليك صادق، لو منتج معين مش مناسب العميل قول له بصراحة. لو عميل بيسألك عن الموبايل مثلا، بدل ما تقول له ده أحسن موبايل في السوق جرب تقول بصراحة الموبايل ده ممتاز في التصوير، لكن لو استخدام حضرتك للألعاب ممكن يكون الموديل التاني أفضل ليك. جرب سر واحد من دول وشوف النتيجة بنفسك، وقول لي في الكومنتس أنهي سر شايفه أقوى.